ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ارسنال بيخسر من باريس 1-0 في ماتش الذهاب في سيمي فاينال الشامبيونز ليج. خلينا نكون صراحه، ماتش انت بصراحه خسرته من ساعه الانذار الثاني بتاع توماس بارتي في ماتش ريال مدريد. هي دي اللحظه اللي انت خسرت فيها الماتش. انت ما خسرتش الماتش ده في اي حاجه في الملعب، انت الماتش ده خسرانه من اللحظه دي. وكلنا قعدنا نقول ان احنا قلقانين ان توماس بارتي ما يلعبش ماتش الذهاب قدام باريس. دي مشكله كبيره جدا ومشكله عويصه جدا. عشان كده ديكلان رايس اتعصب عليه جامد جدا 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 بعد الانذار الثاني ده. هي دي اللحظه اللي انت خسرت فيها ماتش الذهاب. انت بتلعب فريق كواليتي توب، يعني بصراحه شويه عيال ما حصلوش وسط ملعب. مفيش كده، مفيش احسن من كده. انا بيتهيألي ان باريس حاليا احسن فرقه في العالم. يعني بصراحه لا، ده جنب ريال مدريد، يعني ريال مدريد جنبهم ولا حاجه. تمام، انت بتلعب وسط ملعب راكبك وماسكك الماتش كله. انت كنت محتاج توماس بارتي جدا جدا جدا. والنهارده يا ريت اي حد اتفرج على الماتش ولسه شايف ان بارتي ده مش لعيب مهم والمفروض ما نجددلوش ونجيب زوباميندي وزوبامينديش والكلام ده، يا ريت يروح يشوف له رياضه تانية يتفرج عليها غير الكوره. اللي ما شافش تاثير توماس بارتي النهارده يشوف اي حاجه تانية يتفرج عليها. لان النهارده لو توماس بارتي موجود كلام تاني خالص. كلام تاني خالص، معنى كده اتليست مش هتخسر الماتش. تمام، اتليست نص ملعبهم مش هيمسك نص ملعبك كده. مش هيمسك نص ملعبك اللي هو ميرينو ورايس واوديجر ده. تمام، عشان كده انا كنت بقول لكم ايه، ان ميرينو انا كنت بنتقده في اول الموسم لما كان بيلعب وسط ملعب. النهارده ظهر تاني ليه؟ ميرينو مش اللعيب الديناميك السريع اللي كده اللي هيعمل لك ال التنقلات من الدفاع للهجوم في وسط الملعب. ما عندوش الحته دي. مش نقطه قوته. مش نقطه قوته. هو لعيب تسند عليه، بيكسب الواحد على واحد. عشان كده لما لعب قدام كان كويس. تمام، انما النهارده انت بان قوي 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 الجابس اللي عندك في نص الملعب. مش ممكن لما بارتي ما لعبش. كارثه. كارثه. واظن ان لو جورجينيو كان فت وكان قادر يلعب الماتش، اظن برضو ان احنا نص ملعبنا كان هيبقى احسن من الثلاثي بتاع ميرينو رايس اوديجر. تمام، رايس اللي هو النهارده بالمناسبه عمل ماتش كبير جدا كبير جدا على فكره. النهارده من احسن ماتشات ديكلان رايس اللي انا بشوفه النهارده. وهو بيلعب ستة بصراحه، هو احسن. مفيش حد احسن منه في رقم ستة في العالم لما بيلعبها الصراحه. فديكلان رايس النهارده شابوه شابوه شابوه. بس انا بصراحه لا، يعني الواحد متحسر على الانذار الغبي. الانذار الغبي اللي انت خدته يا بارتي في ماتش ريال مدريد ده، اللي ملوش اي 60 لازمه. كان ملوش اي 60 لازمه وحركه ملهاش اي لازمه. وانا قلت انا خايف تبقى هي دي اللقطه والصوره بقى اللي تتعمل ابيض واسود ويتعمل عليها ايديتس ونفضل نرجع لها ونقول يا لو كانت اللحظه دي ما حصلتش كان ايه اللي ممكن يحصل. حصل. تمام، اهو خسرنا الماتش الذهاب 1-0 ورايحين باريس واحنا خسرانين 1-0. وعايز اقول لارتيتا انت بتهبب ايه في التغييرات؟ نفسي افهم انت بتهبب ايه في التغييرات. مستني للدقيقه 82 عشان تعمل اول تغيير ومطلع تمبر ومنزل بين وايت رايت باك برايت باك. هو انت بتعمل ايه؟ انت بتحافظ على الخساره بفرق هدف؟ يعني انت عايز تروح باريس وانت خسران فرق هدف واحد؟ هو في كده؟ في جبن كده في الدنيا؟ مش عايز تتعادل؟ انت شايف ان انت كافيه يعني ان انت تروح هناك خسران جون هتعرف تعوضه هناك بره ارضك؟ اول تغيير في الماتش عمله في الدقيقه 82 يا فاجر. حرام عليك. ما انا دايما بقول ده بقى الفرق بين المدرب الكبير والمدرب اللي مش كبير. انا المدرب بالنسبه لي بحكم عليه جدا ازاي بيعرف يقلب الماتش وازاي التغييرات اللي بيعملها بتعرف تقلب الماتش. ارتيتا فاشل في الحته دي. فاشل في الحته دي. لما بيتاخر او ماتش صعب او بيتعثر او كده ما بيعرفش يعمل اي حركات تكتيكيه او اي تغييرات تساعده ان هو يقلب الماتش. وهنا بيبان المدرب الكبير من المدرب اللي لسه مبتدئ. ما ينفعش تبقى اول تغيير عامله 82 ومطلع لي تمبر ومنزل بين وايت ونوانيري يا راجل حرام عليك منزله في الدقيقه 90. تاني تغيير نوانيري في الدقيقه 90 مكان اوديجارد. ده الراجل لعب 5 دقايق بس ونزل عمل نقلتين احسن من اوديجارد. لعب 5 دقايق بس ونزل عمل حركتين في الملعب اوديجارد ما عملهمش الماتش كله. عمل خطوره اوديجارد ما عملهاش. تمام، انا ما شفتش لعيب في حياتي نصاب زي الواد ده. زي اوديجارد ده ما شفتش لعيب في حياتي نصاب كده. مفيش لعيب عارف ينصب على جمهور فرقه كامله. تمام، مش عارف ينصب على جمهور كامل ويضحك على جمهور كامل ويحسسهم ان هو لعيب حلو. ان انا بس ايه هجري وهقعد اعمل نفسي بضغط لما الفريق التاني يبقى معاه الكوره لحد ما يطفشوها وكل تحركاتي هتبقى لورا عشان استخبى من حته الدينجر زون اللي قدام. احسن اعمل غلطه ولا حاجه عشان انا بخاف وكل باصاتي لورا او بالعرض. انما مش هاخد اي ريسك في اي باصه ولا هعمل اي ريسك في اي مجازفه في اي حاجه ولا هحاول ارقص ولا هحاول اشوط ولا هحاول اعمل باس ريسكي ولا هحاول اعمل اي حاجه. تمام، انا ما شفتش لعيب نصاب كده وناصب على كميه ناس. انا بشوف ناس في الكومنتس منصوب عليهم مضحوك عليهم مضحوك عليهم يعني بعميين.
ناس معميه بجد يعني، فعلا الواد عارف ينصب عليهم صح ويبين لهم ان هو لعيب حلو وبتاع، ولابس الشاره وانا بضغط يا جدعان وبتاع، واقعد اعمل للعيبه كده عشان تضغط، وبساطي اللي ورا دي هعمل نفسي ان انا بفكر، واقعد اباصي دايما لورا، وتحركاته في الملعب وكله جري، وهتلاقيه لورا بيطلع الجبان بيطلع دايما من منطقه الخطر علشان ما حدش يديله الكوره في وضع محرج او في وضع يكشف امكانياته، دايما بيتحرك لورا كده عشان يستلف الكوره في الحته السيف. واي حد فاهم كوره هيعرف انا بقول ايه وهيفهم انا بقول ايه، دايما تحركاته كلها في الحتت اللي هي ايه لو ريسك، اللي هو انا الكوره هتجيلي هنا انا عارف هبصيها للي جنبي، هبصيها للي هناك، هبصيها للي هناك. انما عمرك ما هتلاقيه بياخد ريسك ان هو يعدي او يجري لقدام او يتمركز لك في حته قدام تديله الكوره في حته خطر، بيخاف، لعيب جبان، اتمنى نفسي ومون عيني ما اشوفوش. انا ده اكتر لعيب بكرهه في الفرقه. ايه رايكم بقى؟ بكرهه اكتر من هافرتز، وبكرهه اكتر من بكرهه من اكتر من اي حد. لعيب قميء وجبان ونصاب والنهارده لو انت بتلعب ببلاي ميكر عدل يعني بلاش، لو انت بتلعب بنوانيري الماتش ده مش هتخسره. والله لو بنلعب بنوانيري الماتش ده مكان اوديجارد مش هنخسر الماتش ده. الواد نزل 5 دقايق عشان البهيم اللي بره منزله 5 دقايق بس، علشان عندنا بهيمه بره منزله نوانيري ده 5 دقايق بس. الواد نزل في 5 دقايق عمل اللي اوديجارد ما عملوش بقاله 90 دقيقه، في 5 دقايق بس شفنا نقلتين خطر. يا اوديجارد ده انت حرام عليك يا ارتيتا، يا فاجر يا فاجر. تغييرين بس وانت خسران، انا كنت هتجنن، انا كنت هتجنن. انا مش المصيبه ان انا عارف ان هو يعمل كده قبل الماتش. ايه رايكم بقى؟ المصيبه ان انا عارف ان هو مش هيعمل تغييرات قبل الدقيقه 75، انما ما توقعتش ان التغييرات توصل للدقيقه 82 وتبقى بين وايت اول تغيير مكان تمبر. بين وايت اللي هو ما لعبش ماتش عدل على بعضه من نوفمبر، من نوفمبر عنده اصابه وعمل عمليه وعمل بلوه ومش عارف ايه ولسه ورجع وبيتصاب تاني، لعيب مش فت، منزله يهب بيه، منزله في ماتش اهم ماتش في تاريخك كمدرب منزله يهب بيه بين وايت، ونزل في لقطتين كان هيضيعك، كان هيلبسك جون، كان نازل تقريبا عشان يغطي على الاوفسايد في الكوره اللي هي ضيعوها في الاخر دي، نازل عشان يغطي على الاوفسايد، كان هيودينا في داهيه، كان هيودينا في داهيه فعلا. تغييرات فاشله، تغييرات ارتيتا في كل الماتشات بتبقى فاشله وبتبقى متاخره، بتبقى متاخره. بص سلوت مع ليفربول بيعمل تغييرات من امتى لما بيخسر؟ بص انريكي النهارده عامل كام تبديل، انت فين؟ انا عارف ان احنا عندنا لعيب ما عندناش اوبشنز على البنش، بس على فكره لا عندنا كان ممكن جدا. المفروض اولا اي مدرب بعد اول شوط بعد الشوط الاول ده كان هيطلع مثلا تروسرد وينزل زينشينكو ويلعب في النص وينقل ميرينو مهاجم، او تطلع تروسرد تنزل تيرني يلعب شمال وتسحب لويس كيلي في النص وميرينو مهاجم. تمام، انما انت جبان قوي على الحركه دي، وجبان قوي على حركه نوانيري مكان اوديجارد حبيبك ده. اوديجارد ده من اللعيبه اللي انت هو وهافرتز الاثنين، هافرتز قبل الاصابه، الاثنين اللي ارتيتا لو عملوا ايه مستحيل مستحيل ما يبداش بيهم ماتش او يقعدهم، لا 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 مستحيل خالص. قعد اوديجارد، يا نهار اسود، انتوا عبط يا جدعان ولا ايه؟ والماتش الجاي طبعا هيبدا بيه تماما، يعني انسوا خلاص ان اوديجارد ده هيبدا بيه ويفضل مقعده للدقيقه حاجه و80 برضه. انت مستني ايه؟ المفروض ان انت كنت تحاول تشقلب نص الملعب ده، احنا خسرانين واحد يا ابني، احنا خسرانين واحد، دي مصيبه هناك، دي مصيبه هناك. انت ليه محسسني ان الجون ده هناك ده احنا هنعوضه هنعوضه كده كده؟ ده انت مش سامع صوت جماهيرهم في ملعبنا؟ مش سامع صوت جماهيرهم في ملعبنا احنا؟ هتروح هناك متوقع ايه؟ هتروح هناك متوقع ايه؟ مش ممكن التأخير في التغييرات ده، مش ممكن التأخير في التغييرات ده، لا 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 يا جدعان. وبصراحة يعني أي حد بيقعد يدافع عن أوديجارد ده باستماتة ما يستاهلش إن احنا نوصل فاينل. اللي ما بيرضاش يقول على لعيب وحش إنه وحش وبيعاند وبيكابر ما يستاهلش إن الفرقة دي توصل فاينل، أنت ما تستاهلش. تمام، الأجندات والدفاع عن اللعيبة العمياني والكلام ده كله ما تستاهلوش نوصل فاينل. الناس اللي بتدافع على اوديجارد لعيب قميء، لعيب قميء اكتر. انا ما كرهتش لعيب، انا عشان يعني باين قوي 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 هو عايز ينصب على الناس ازاي ويضحك عليهم في الملعب. تمام، الحركتين اللي بيعملهم دول خايله على الناس للاسف، والناس نسبه كبيره قوي مضحوك عليه، نسبه كبيره قوي مضحوك عليه. تمام، احنا اوفرول على فكره كفرقه النهارده ما لعبناش ماتش سيء. تمام، هم ككواليتي نص ملعب اعلى مننا وده طبيعي. انت يعني مش طبيعي ان انت كل ماتش هتستحوذه، سيب لهم الاستحواذ. واحنا جات لنا كام فرصه على فكره، الفرصه بتاعت تروسرد والفرصه بتاعت مارتينيلي اللي هو يعني انا مش عارف اقول ايه. مارتينيلي يعني خلاص غور في داهيه، غور في داهيه تاخدك. يا نفسي بجد خلاص الصيف ده انا مش عايز اشوف مارتينيلي ولا عايز اشوف اوديجارد. طبعا اوديجارد مستحيل ان ارتيتا يسيبه من تحت ايديه عشان ارتيتا بيعشق التراب اللي اوديجارد بيمشي عليه، بس انا خلاص مارتينيلي ده مع السلامه، كفايه كفايه يا اخي كده،
كفايه يا اخي كده، كفايه قوي. الكوره اللي جات لك في اخر الشوط الاول ايه ده؟ ما انت لو بتعرف ترفع راسك من على الارض وانت بتجري وبتبص قدامك كنت جبتها جون على فكره. بس انت ما مش عارف، انا حد عمره شاف لعيب يا جماعه ما بيبصش غير على الارض، بيجري كده ومش باصص غير على الارض وبيشوف يعني. والله لو يا ابني ارفع راسك شويه بس عشان تشوف زاويه تحطها فيه، عشان تشوف الحارس واقف فين. الكوره دي انت لو رافع راسك هتجيبها جون، والكوره دي لو تروسرد كان هيحطها جون. تروسرد الكوره اللي جات له عملها حطها حلو على فكره، بس عندهم النهارده دوناروما كان يعني تألق مش عادي. هو اصلا حارس جامد والنهارده كان في فورمه خياليه، فتمام شالها يعني. فخلاص ساعات الحاجات دي بتحصل، ورايس عملها لتروسرد حلو قوي وجري ومن ورا وسحب سحبه بنت لذينه واداها له، وتروسرد عمل القرار الصح، استلم بلمسه وشاط بشماله باللمسه، بس عندهم حارس عنتيل. تمام. انما انت الكوره اللي كانت جايه لك كانت اسهل من دي، كانت عايزه ركنه حلوه بس يا اخي، عايزه احطها في الضيقه احطها في البعيد، انت حاططها له في نص، حاططها له في ايده. والكوره اللي ملعوبه لك في الاخر دي نوانيري اللي لعبها لك مشايطها في السماء. انت ايه يا اخي؟ انت معانا ولا ضدنا؟ انا نفسي افهم، انت معانا ولا ضدنا؟ الواد ده انا مش عايز اشوفه تاني بجد. الواد ده انا زهقت من امه خلاص بجد. هو اوديجارد بجد يعني، اوديجارد نمبر 1 كده في الكره بالنسبه لي، بعديه مارتينيلي. الاثنين دول خلاص كفايه والله العظيم بقى. يعني انا بجد الواحد زهق من نفسه وزهق من صوته من كتر ما هو قاعد كل فيديو بيقول نفس الكلام. يا جدعان هو في ايه؟ هو في ايه؟ هتعرفوا امتى ان الاثنين دول مالهمش فيها؟ اوديجارد ومارتينيلي دول مالهمش فيها، مالهمش في البطيء، مالهمش، مش لعيبه كوره، دول مش لعيبه كوره. تمام. يا رب يغروا في 60 داهيه اي نادي يا جدعان يعرض على اوديجارد اي حاجه والنبي نسيبه. يا رب الدوري السعودي، يا انديه السعوديه يا ناس يا هو، محدش عايز اوديجارد باي حاجه، ب 40 مليون 50 مليون اي حاجه. ومارتينيلي برضو حلو، في لعيبه برازيليه انتوا بتحبوها وكده وسريعه وبتاع، يعني يلا خدوه خلينا بقى نعوضه باي حاجه بقى، بنيكو ويليامز بتاع ببتنجان. بس خلاص كفايه كده، كفايه. رايحين خسرانين 1-0 في استاد صعب، ما بيخسروش هم هناك بسبب مدرب جبان في التغييرات، فاشل في التغييرات، بسبب كابتن فرقه مالوش فيها وجبان ونصاب، بسبب جناح شمال برازيلي اقرب حاجه وصل لها للبرازيل بس ان هو عنده باسبور برازيلي، بس ما عندوش اي حاجه تاني تمت للبرازيل في الكوره بصله. تمام. وانذار توماس بارتي طبعا الغبي، الانذار اللي ملوش اي 60 لازمه اللي خده في ماتش مدريد. فضحنا في نص الملعب، فضحنا في نص الملعب خالص. ميرينو مش كويس في نص الملعب، محدش عارف يعمل دور توماس بارتي النهارده خالص. تمام. يعني مش عارف اقول يعني اسباب الخساره هي دي، يعني في رايي الصراحه ان انت بان كواليتي لعيبتك لما فعلا لعبوا لعيبه كوره بجد. لما بلعبوا كواليتي لعيبه اعلى من اي كواليتي شافوه في الدوري الانجليزي وشافوه في الشامبيونز ليج لحد دلوقتي، بما فيهم ريال مدريد على فكره. تمام. اتكشفنا ومع ذلك ما كناش بشعين، كنا كويسين وكنا بنوصل وكنا بنعمل وجبنا جول اوف سايد وبتاع، ما كناش سيئين على فكره. تمام. كان في دوناروما متالق والكلام ده، والماتش ده يعني لو بارتي فيه انا متاكد 100% مش هتخسروا 1-0، مش هتخسروا اصلا يعني، انا متاكد من دي. تمام. انما حصل اللي حصل. هم بداوا في اول دقيقتين الجون اللي جه ده، وبعدين في الاخر ايه لما احنا كنا فاتحين قوي الهجمات اللي عملوها، انما احنا برضو كنا بنطلع وكنا بنوصل. تمام. الماتش اللي هناك انا بصراحه انا يعني بصوا لو تسالوني يعني للاسف الشديد انا شايف احنا 70% اوت، مش اقل من كده خالص. انا شايف ان احنا 70% بره البطوله للاسف. بس انا مش هتكلم دلوقتي الحساب لو خرجنا، يعني لما نخرج لو خرجنا اوكي مش هتكلم دلوقتي. بس في فيديو ابن لذينه اول ما نخرج غسيل ومكوى بقى كل الحاجات الغلط من اول الموسم، عشان انا ساكت وماسك نفسي علشان اقول ايه ندعم ونشوف وكسبنا مدريد والكلام ده كله ونشوف هنهبب ايه في السيمي فاينل وبتاع وكده. تمام. فانا مش عايز افتح بقي خالص. تمام. انما لو خرجنا في بقى كلام بقى كله على الاداره وعلى ارتيتا وعلى اللعيبه وعلى الخرا وعلى كله. انما بصراحه يا جدعان يعني بصراحه حاجه محبطه جدا، محبطه جدا يعني، بالذات ان انت ما لعبتش وحش. هم برضو لعبوا حلو برضو يعني فاهم، فهم برضو ما اقدرش اقول ان هم ما يستحقوش الفوز الصراحه. بس انت يعني انا برضو مش فاهم ارتيتا، يعني انت يعني معصبني جدا. انت عايز تروح هناك خسران واحد ليه؟ ما تعمل يا عم تغييراتك وتجاز، انت عندك ايه تخسره؟ طبعا 2-0 كان باي باي، انا معاك، بس برضو مش كده. يعني نزل نوانيري في ال 75 يا اخي، اديله فرصه يعمل حاجه. الواد موهبه فذه، انت قتله خالص. يعني بصراحه
نكد على المسا بقى، والواحد ينام متنكد ويصحى بكره في الشغل متنكد. ربنا يستر يعني. بصراحه الماتش الجاي يوم الاربعاء بصراحه يعني الامال محتاجين معجزه، محتاجين السماوات يعني. ما انت بتلعب، احنا هنلعب باللعيبه، هتلعب بالملعب كله صفافير ضدنا، وهم لو جابوا جون كمان وبداوا بجون كل سنه وانت طيب خلاص، زي سيناريو بايرن الماتش الموسم اللي فات. الواحد يعني كان لازم تكسب هنا للاسف، كان لازم. خلينا نشوف بقى بكره، محتاجين كل حاجه تبقى معانا يعني، قصدي الاسبوع الجاي محتاجين كل حاجه تبقى معانا، الحظ والظروف وكله، فاهم؟ ان انت لازم انت اللي تجيب الجون الاول وتموت بقى عليه، ولا نشوف بقى هنهبب ايه. هو هيبقى عندنا بارتي هناك بس بره ارضنا يا جدعان يعني. ربنا ايه، محتاجه واحده كده تشيلسي في الكامب نو 2012، حاجه كده، معجزه من هذه المعجزات. مهم يعني اشوفكم الفيديو الجاي يا جدعان. أم، واحد متضايق والله العظيم. اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تلايك وسبسكرايب، فولو على تيك توك وانستجرام وتويتر @arsenalawi_. اشوفكم الفيديو اللي جاي.